اهلا بيكم. للاسف على بشاعة المنظر بس الجو تلج بصراحه، فاحنا هنكمل الفيديو كده. اهلا بيكم من القطب الشمالي بنحييكم. والفيديو ده هنتكلم عن الاكس الترا عشان تقدر تقرر هل هي الساعه المناسبه ليك ولا لا. اكيد ناس كتير وانا منهم نحب يكون معانا سمارت واتش، لكن السبب اللي بيخلينا مثلا ما نشتريش حاجه سمارت الفلوس، واكيد ده مش السبب الاساسي ولكن ده اهم سبب. فعشان كده بنحاول نشوف سمارت واتش تكون مناسبه للسعر اللي معانا، وبرضه ما نكونش بنرمي الفلوس في الارض، وبرضه اكيد تكون حاجه شيك نشتري اي حاجه برضه، واكيد هيكون فيها ميزات كتير. ولو اني بالنسبه لي اهم حاجه بالنسبه للساعات السمارت الرخيصه اللي هجيبها انها تكون شكلها ممتاز، لان ده العامل الاساسي اللي هشتري عليه الساعه، لان معظم الساعات في الفئه ديت بيكون بنظام صيني، فالنظام مش هيساعدك على قد ما هيكون مثلا من جهه زي مثلا الشركات المعروفه، زي مثلا حاجه من ابل، حاجه من هواوي، حاجه من سامسونج. فاكيد السماعات الصيني ديت مش هتكون زي دي، فهيكون التركيز الاكتر على شكل الساعه، وده اكيد اللي بتلعب عليه الشركات الصينيه. شفنا كام ساعه سمارت في السوق تشبه يعني تكاد تكون 100% تيبيكال لساعات ابل. حتى الاكس 8 اللي معانا برضه نفس تصميم ساعات ابل. طيب يلا بينا نتكلم عن الساعه. معاك دلوقتي ساعه زي ابل بالظبط. اول حاجه زرار السكرول اللي على اليمين والزرار اللي تحته نفس ساعات ابل، برضه الناحيه التانيه نفس الاستراب، نفس الزرار، نفس الفتحات، حتى خامات الاستراب من السيليكون وممتاز جدا. نفس الكلام ينطبق على خامات الساعه وتقفيلها، فهي جامده جدا وكانك معاك ساعه من ابل بالظبط. طبعا الساعه هتكون جايه مفكوكه وانت اللي هتركبها، حتى تركيب او تغيير الاستراب حاجه في قمه السهوله، كل اللي عليك انك تسحبه وخلصت الحكايه. معاك برضو الجزء الحديدي اللي بيمسك الاستراب بعد ما تلبسها، سهل جدا في نقله وتركيبه. طبعا الساعه فيها ميزات كتير فهنغطي شويه في الفيديو دوت. لو انت حابب تعرف الميزات كلها فممكن تفتح الورقه اللي ملهاش لازمه ديت وتشوف الميزات اللي فيها، او تستكشف الساعه نفسها وتلعب فيها كده، هيكون حاجه رايقه. سؤال بس قبل ما نبدا، هل الساعه بتشتغل على اي او اس واندرويد؟ اكيد يا صاحبي بتشتغل على اندرويد واي او اس، لكن اقل حاجه بالنسبه لاندرويد هي اندرويد 5، وبالنسبه للابل هي اي او اس 10. طب معلش سؤال تاني، هل الساعه مقاومه للميه؟ اكيد مقاومه للميه، ولكن ما تستخدمهاش، احسن لك يعني ما تستخدمهاش لانك مش عايز تخسر الساعه. طب تمام. سؤال تاني معلش اخر حاجه، زهقتني خلي بالك، هل ليها برنامج اقدر اتعامل معاها منه؟ اكيد هنتكلم عنه في اخر الفيديو. اوكي يلا بينا نتكلم عن الميزات الموجوده في الساعه. اول حاجه انك تقدر تستخدم السماعه كسبيكر او تستخدمها كمايك، ودي تجربه ليهم. اول حاجه تقدر تستخدمها كسبيكر تحتاج انك توصلها بالموبايل، فتنزل كده وتدوس على العلامه ديت تبدا معانا تعمل كونكشن، نفتح البلوتوث طبعا على طول عملت معانا اتصال. لو مثلا جبنا مثلا دي وعلمنا على الاخر تمام. دي تجربة مايك السماعة. طبعا في ناس ممكن ما يكونش فيها عشان المايك بس، فيعني تقدر برضو تستخدمها عشان تقيس الاكسجين في الدم، تقيس درجه الحراره، تقيس الضغط. وهنا بالذات في شويه كلام كده مهمين جدا هنتكلم عنهم في اخر الفيديو. برضو تقدر تستخدم الساعه كآلة حاسبه، تقدر تستخدمها كستوب واتش، بتدعم خاصيه ال NFC، تقدر تدفع من خلالها. وبرضو ما انصحكش انك تحط معاملات ماليه او حاجه صيني زي دي. وبرضو افضل حاجه وميزه في الساعه ديت انها بتدعم اللغه العربيه. واخر حاجه انك تقدر تقرا الرسائل منها. الساعه تكون فيها 6 خلفيات اساسي، وتقدر تضيف واحده من على البرنامج، تقدر تتحكم فيها من على البرنامج برضو لو انت حابب تغيرها او لا، لكن السته الاساسيين دول ثابتين وما بيتغيروش. تقدر تلعب بس في الواحده اللي انت بتضيفها من على البرنامج، وزي ما هنوضح لكم. يلا بينا نستكشف شويه جوه الساعه، برضه هنستكشف البرنامج شويه. طبعا مش هتكلم على كل حاجه ولكن هتكلم عن شويه حاجات اساسيه. يلا بينا نتكلم عن النظام جوه الساعه شويه. طبعا عندنا 6 خلفيات زي ما قلت، دي اول واحده، ثانيه، ثالثه، رابعه، والخامسه والسادسه. والخلفيه دي انا منزلها على البرنامج وهشرح ازاي زي ما قلت. لو سحبنا من على اليمين هنا في شويه اوبشنز طبعا تستخدموا مع البرنامج بتاع الساعه اللي هو اسمه وير فير برو. تمام. سحبنا من تحت كده بيجي لك الرسائل وبتيجي بالعربي عادي. نزلها من فوق ويجي لك شوية ميزات تستخدمهم برضو. عايز وضع السكون، عايز تقفل الساعة بقفل، تتحكم في اسبوع الشاشة. طبعا تقدر تستخدمها من جوه او من بره براحتك. دي لو عايز الساعة اول ما ترفعها فوق تشتغل. دي لو انت عايز تبحث عن تليفونك. ديت لو عايز تستخدمها كباور سيفنج بس هتدوس يس، مش هتعرض معاك ولا اي حاجة غير الساعة والتاريخ بس. عندنا مثلا هنا لو عايز تقيس الضغط تقدر تتحكم في المكالمات هنا، الطقس من هنا، عندك لو عايز تتحكم في الموسيقى تستخدم من هنا. عندك لو قلنا برضو السطوع بتاع الشاشة من هنا، هنا مؤقت، هنا مثلا الرسائل، هنا سيري أو جوجل اللي على التليفون بتاعك، فتح معنا جوجل زي ما انتم شايفين كده.
زي ما انتم شايفين كده طلع من اللغة العربية وكل حاجة شغالة تمام 100. نفتح البرنامج مع بعض. أول حاجة تكون فاتح معاك على الهوم، هتدخل في الديفايسز وتعمل كونكت للساعة بتاعتك. هنا طبعا الخلفيات اللي قلنا عليها طبعا محتاج واي فاي عشان تقدر تستخدمهم. عندك الموست ريكومندد اب تو ديت، حاجات كتير يعني. قلب براحتك وهتلاقي خلفيات كتير جدا. طبعا كنت منزلها زي ما انتم شايفين، دي اللي انا مستخدمها حاليا. لو عايز تستخدم حاجة تاني تعمل انستول وهتبدأ الساعة تحمل معاك. تمام، زي ما انتم شايفين كده الخلفية ظهرت على الساعة. طبعا هي واحدة بس تقدر تغيرها والباقيين 6 أساسيين. آخر حاجة بطارية السماعة بالنسبة للسبيكر بتقعد حوالي 4 ساعات و46 دقيقة، وبتشحن في حوالي ساعة و58 دقيقة. طبعا أول ما تيجي 6% مش هينفع إنك تستخدمها كسبيكر تاني، تقدر تستخدمها بس كسمارت ووتش بس. يعني إيه، تقدر تستخدمها إنك تقيس ضربات القلب بتاعها، لكن إنك تستخدمها كسبيكر فلا. وطبعا السماعة بتشحن وايرلس. طيب بالنسبة للموضوع اللي قلنا نتكلم عليه في آخر الفيديو، وهو إن الساعة قياسات الضغط مثلا وقياسات درجة الحرارة والحاجات ديت مش صحيحة. زي ما هوريكم دلوقتي تقدر تقيس أي حاجة أنت محتاج تقيسها من غير أصلا ما تلبسها. يعني ممكن أقيس درجة حرارة الجسم من غير ما أقيس، من غير ما أكون لابس السماعة. أقدر أقيس الضغط من غير أصلا ما أكون لابس السماعة. فإحنا أجربها لكم برضه مع بعض عشان محدش يطلع يتكلم ويقول. لو جبنا مثلا حاجة زي ال HR اللي في القلب، زي ما انتم شايفين كده السنسور بدأ يشتغل ودلوقتي بدأت تعد وانا اصلا مش لابس الساعة. هقوم اوريكم عشان محدش بس ايه. تمام، فوكس. الساعة بتقيس اهي وانا مش لابسها. خلصت كده، خلصت. دي النقطة اللي انا بتكلم فيها. وسلام.